السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو اليوم من كتاب قطر الندى في الرياضيات الترم التاني. قعدنا مع الصفحات 48 وحتى صفحة 54. فيديو اليوم هو طويل شوية بس ان شاء الله شرح بطريقة سهلة زي ما متعودين، وهنحل الأنشطة لحد صفحة 54. لو عجبكم الفيديو حلوين ما تنسوش لايك للفيديو. لو حسيتوا ان حد غيركم هيستفاد بالفيديو يا ريت تشاركوا الفيديو. ولا اول مرة يشوف قناتي متنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله. رقم 2 استخدام صورة القيمة المكانية وإعادة التجميع. يعني ايه يا حلوين؟ احنا اخدنا استراتيجية حل المسائل الكلامية في خطوتين، تمام؟ النهاردة في الدرس ده هنحل المسائل الكلامية بطريقتين. الخطوتين دي هتكون اول خطوة صورة القيمة المكانية، والتانية هتكون إعادة التجميع. طبعا اول مسألة معايا في صفحة 148، اول مسألة معايا يا حلوين ايه؟ محلولة. هنشوف اللي بعدها وهنشرحها، تمام؟ مصنع لإنتاج الكرات أنتج في أحد الأيام 264 كرة، بها 154 كرة حمراء وباقي الكرات كانت زرقاء. كم يزيد عدد الكرات الحمراء عن عدد الكرات الزرقاء؟ هو بيقول ايه؟ مع عدد الكرات الكامل اللي معاه اللي انتجه في احد الايام 264 يا حلوين، منهم 154 كرة حمراء والباقي زرقاء. اللي مجهول معايا عدد الكرات الزرقاء، يبقى دي هتبقى اول خطوة معايا لازم اجيبها، عدد الكرات الزرقاء. وبعدين بيسألني كم يزيد عدد الكرات الحمراء عن عدد الكرات الزرقاء. طب انا معرفش كم عدد الكرات الزرقاء. قلنا دي اول خطوة اللي هجيبها عدد الكرات الزرقاء. باول طريقة معايا او الخطوة الاولى باستخدام صورة القيمة المكانية. هقول هعمل ايه بقى عشان اجيب عدد الكرات الزرقاء؟ هطرح الكرات الحمراء من عدد الكل للكرات. العدد الكلي معايا كام يا حلوين؟ 264. 264 هعملها ازاي؟ بطريقه صور القيمه المكانيه. احنا عارفين الاتنين في القيمه المكانيه بيكونوا بالشكل ده مربع المئة، يعني 2 في المئات طبعا ب200. هعمل مربع المئة 2 كده، وهنا الستة في العشرات 6 أعمدة، كل عمود بيمثل 10. وعارفين ده كله في القيمة المكانية وترسموه كمان أفضل مني. طبعا بالقلم الرصاص أنا برسم بسرعة أو كده تشبيه يعني، تمام؟ هنا 200 وهنا 4 وحدات، 4 في الآحاد، وهنا 6 في العشرات اللي هو ب60، وهنا الاتنين في المئات ب200. يبقى 264 طرح من كام بقى يا حلوين؟ عدد الكرات الحمراء 154. 154 يعني هنا مربع المئة وأربع وحدات والخمس أعمدة بالعشرات اللي هما ب50، كل عمود بيمثل 10. هنطرح بقى يا حلوين. 4 هنقص منها 4 صفر. هنا 6 ناقص 5 1. يبقى هنا صفر في الآحاد وواحد في العشرات. طب 2 اللي هما في المئات، 2 ناقص 1 أو 200 ناقص 100 بيساوي 100 اللي تكون 1 في المئات. 2 اهم هشيل منهم 1 بيتساوي كام؟ يتساوي 1، تمام؟ يبقى 110. 1 في المئات وواحد في العشرات والصفر معايا في الأحاد، يبقى ينطق كام؟ 110. إذا عدد الكرات الزرقاء 110 كرة. عدد الكرات الزرقاء كام؟ 110 كرة. أنا جبت عدد الكرات الزرقاء. علشان أعرف كم يزيد عدد الكرات الحمراء عن الزرقاء، يبقى أنا هنقص من إيه بقى؟ عدد الكرات الحمراء من الزرقاء. هقول عدد الكرات الحمراء تزيد عن عدد الكرات الزرقاء بكام بقى؟ معايا هنا 154. 154 اللي هي الكرات الحمراء مربع المئة، وهنا 4 وحدات في الآحاد، وهنا 5 أعمدة عشرات في العشرات، تمام؟ هنقصها من ايه بقى؟ من اللي طلع معايا كام يا حلوين؟ 110. 110 صفر في الآحاد يعني خلاص هوا مفيش، والواحد معايا في العشرات رسمت عمود العشرة ومربع المئة. وهنطرح 4 من صفر 4، و5 من 1 4، وهنا 1 من 1 في المئات بصفر، يبقى 44. يبقى يزيد عدد الكرات الحمراء عن عدد الزرقاء بكام؟ ب44 كرة. ده كانت أول طريقة معايا يا حلوين، استخدام صورة القيمة المكانية. استخدام إعادة التجميع. إعادة التجميع يعني إيه يا حلوين؟ يعني أنا هقول 254 نفس الخطوة
بس بالشكل ده. 264 264 طرح 154 وهنطرح 4 طرح 4 بصفر، و6 طرح 5 أو ناقص 5 بواحد، و2 ناقص 1 بواحد. يبقى معايا عدد الكرات الزرقاء 110 كرة، نفس الناتج. هاجي هنا برضو في الخطوة التانية هقول 154 اللي هو عدد الكرات الحمراء ناقص 110 اللي هو عدد الكرات الزرقاء بيساوي 4 ناقص صفر ب4، و5 ناقص 1 4، و1 من 1 برضه طبعا صفر. يبقى يزيد عدد الكرات الحمراء عن الكرات الزرقاء. نكتب الجملة دي هنا، مش عدد الكرات الحمراء بقى، احنا عارفين عدد الكرات الحمراء بيساوي 154. يبقى يزيد عدد الكرات الحمراء عن عدد الكرات الزرقاء بكام؟ ب44 كرة. تمام كده. 2 مدرسة خاصة بها 954 تلميذ، دي مسألة كلامية. بها 529 بنتا والباقي بنين، كم يزيد عدد البنات عن عدد البنين؟ هنجيب اول خطوة يا حلوين عدد البنين. تمام. عدد البنين بيساوي كام؟ 954 طرح 529 اللي هم البنات. هننقص بقى 4 ناقص 9. طبعا ما ينفعش، هستلف من الخمسة واحد، الخمسة هنا هتبقى 4 والأربعة دي هتكون 14، إلا الواحد اللي باخده من العشرات ده ب10. يبقى هنحطه كده بعد الأربعة هيبقى ايه؟ 14. 14 ناقص 9 بيساوي 5. هنا بقت 4 عشان استلف كانت 5 واستلفنا 1، بقت 4 ناقص 2 2. 9 ناقص 5 4، يبقى معايا 425 ولد. عدد البنات بقى يا حلوين، أنا عرفت عدد البنين، جيب عدد البنات 529 اللي هو كم يزيد عدد البنات عن عدد البنين؟ يعني تزيد عدد البنات عن عدد البنين ب 529 اللي هو عدد البنات الكلي ناقص عدد الولاد يا ولاد. 529 ناقص 425 بيساوي، هنقص هيدينا 104 بنت. لدى تاجر، المسألة اللي بعد كده، لدى تاجر 143 صندوق فاكهة، منهم 64 صندوق تفاح والباقي موز، فكم يزيد عدد صناديق الموز عن عدد صناديق التفاح؟ اعرف الاول عدد صناديق الموز في اول خطوه، وبعد كده هشوف يزيد بايه. عدد صناديق الموز بيساوي هو 143 صندوق ناقص 64 اللي هم تفاح. 143 لما نقص منها 64 هتكون 79. جبتها ازاي 79؟ 3 ناقص 4 ما ينفعش، استلفت واحد من الاربعه بقت دي 13، والاربعه دي بقت 3. ما ننساش الاربعه نكتب فوقها كده 3. 13 ناقص 4 9، والتلاتة ناقص 6 ما ينفعش، هستلف واحد اللي جنبها تبقى 14 ناقص 6 بيساوي 7، يبقى معايا 79 صندوق موز. هشوف يبقى يزيد عدد صناديق الموز عن عدد صناديق التفاح. هقول هنا يزيد عدد صناديق الموز عن عدد صناديق التفاح بكام صندوق بقى؟ هكتب صناديق الموز 79 ناقص 64 اللي هم صناديق التفاح بيساوي 15 صندوق موز. تمام يا حلوين. انا بتكلم بسرعه علشان وقت الفيديو، قلنا الفيديو طويل. استخدم نموذج علاقة الأجزاء بالكل. يعني ايه نموذج علاقة الأجزاء بالكل؟ خدناه قبل كده يا حبايبي. تمام. وهنشوفه دلوقتي في الخطوات. أول مثال معايا محلول. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده. يوجد في محل لعب 59 عروسة و31 كرة. تم تغليف هذه اللعب وتقسيمها في صناديق بالتساوي. كل صندوق به 9 ألعاب. أوجد العدد الكلي للصناديق. أول خطوة معايا يا حلوين العدد الكلي للألعاب، ان انا هجمع جميع اللي اهو اللي هو 59 عروسة زائد 31 كرة. 9 زائد 1 10 صفر، ومعايا الواحد على 5 بقى 6 و3 9. بالصورة القيمة المكانية هنا 9 وحدات في الآحاد و5 وحدات في العشرات، واحد في الآحاد بوحدة واحدة، و3 في العشرات. هجمعهم هيدونا كام؟ هيدونا 90 اللي هي 9 في العشرات اللي هي قيمتها 90. تمام. يبقى اكتب هنا 90 لعبة. تمام يا حلوين. باستخدام نموذج علاقة الأجزاء بالكل. يعني ايه؟ بحط الكبير اللي هو القسمة بقى 90 على 9. 90 على 9. تمام. يبقى 90 هوزعها لما اوزعها على 9 تدينا في كل مجموعة، في 9 مجموعات، كل مجموعة تدينا 10. يعني 90 على 9 بيساوي 10 صناديق. يبقى الخطوة الأولى جبنا العدد الكلي للألعاب، والخطوة الثانية العدد الكلي للصناديق. تمام كده. مثال 2. فصل به 28 ولد و44 بنت. تم توزيع تلاميذ الفصل بالتساوي على 6 مجموعات، فما عدد التلاميذ في كل مجموعة؟ ده الخطوة الأولى باستخدام الصيغة الممتدة، والخطوة الثانية باستخدام نموذج علاقة الأجزاء بالكل. تعال نشوف المسألة بقى المحلولة اللي هنحلها. قام سامح بتجميع 54 قوقعة في اليوم الأول.
في اليوم الأول جمع 54 قوقعة. في اليوم لا، بتجميع 54 قوقعة. في اليوم الأول 26 و26 في اليوم الثاني، ثم قسمهم بالتساوي على 8 مجموعات. فما عدد القواقع في كل مجموعة؟ العدد الكلي للقواقع ايه يا ولاد؟ 54 زائد 26. بيقول لي اجيبهم بالصيغة الممتدة. ال 54 دي الصيغة الممتدة 4 زائد كام؟ 4 في الأحد ب4 زائد 5 في العشرات ب50، يبقى 4 زائد 50. وال 26 بنجيبهم بالصيغة الممتدة ازاي واحنا عارفين الكلام ده؟ 6 زائد 20. واجمع بقى 4 زائد 6 10، و50 زائد 20 70. 10 زائد 70 بيساوي 80 قوقعة. الخطوة الثانية باستخدام نموذج علاقة الأجزاء بالكل. عدد القواقع في كل مجموعة. القواقع كلها جبناها في أول خطوة 80، وهم 8 مجموعات، يبقى 80 على 8 علاقة الأجزاء بالكل يبقى 80، وهقسمها ل8 مجموعات. هنلاقي كل مجموعة هتاخد، لو وزعناها بالتساوي أو قسمناها بالتساوي، كل مجموعة هتاخد 10، يبقى 80 على 8 بيساوي 10 قواقع. اشترى علاء قميص وتيشيرت بمبلغ 100 جنيه. إذا كان ثمن التيشيرت 35 جنيها، أوجد الفرق بين ثمن القميص وثمن التيشيرت. الأول ثمن القميص بكام يا ولا؟ هو كان معاه 100 جنيه تمام، واشترى التيشيرت ب 35. هنشوف هننقص بقى الثمن الكل اللي هو ال100 طرح ال 35 ثمن التيشيرت، وهيدينا ثمن القميص. يبقى 100 ناقص 35 بيساوي 65 جنيه تمام. الفرق بين ثمن القميص وثمن التيشيرت. ثمن القميص بقى عرفناه كام بقى؟ 65 ناقص ثمن التيشيرت 35 بيساوي 30 جنيه. الصفحة اللي بعد كده الجزء الثالث، كتابة مسائل كلامية. ده أسهل حاجة وسهلة جدا، ما بتخوفش. قلت قبل كده نكتب مسألة كلامية ازاي في كذا فيديو. أي مسألة كلامية عندك في الدرس هتنقل نفس الكلام، بس هتغير الأرقام اللي معاك، اللي في الجريدة اللي معاك بس في المسألة تمام. أول صفحة برضو محلولة. المسألة التانية يا حلوين. المسألة الأولى معايا جايب لي بقى الأرقام 11 في 6 ناقص 5. يعني المسألة الأولى لازم أجيب كلام يدل على 11. هنضرب ال11 في 6، أي كلام بقى بس يكون من نفس المسائل. هنا مثلا 10 في 7 ناقص 20. قالك تدخر سعاد 10 جنيهات يوميا من مصروفها لمدة 7 أيام. الجزء الثاني أخذت منها أختها 20 جنيها، أوجد ما تبقى مع سعاد. هننقل نفس المسائل يا حلوين، وممكن نغير الأسماء ونغير أكيد الأرقام لو هننقل المسائل بالأسماء، لكن الأرقام اللي معايا هي اللي هتتغير. تعال نشوف أنا عملت المسألة إزاي. ال11 في 6 عارفين طبعا اللي هي ب66. اول مساله معايا هتبقى الجزء اللي هو 11 في 6. قلت تدخر جنى، وجنى دي صديقه معانا في القناه وعشان كده افتكرت اسمها. تدخر جنى 6 جنيهات يوميا. الستة معايا اهي في المساله، من مصروفها لمده 15 يوم. المساله الثانيه بقى اللي هي هتديني ايه؟ 6 في 11 في 6 لمده 11 يوم، مش لمده 15 يوم، لمده 11 يوم تمام. لا هي اصلا انا كاتباها لمده 11 يوم، بس هنا التاء المربوطه لمده، من مصروفها لمده 11 يوم تمام يا حلوين. المساله اللي بعد كده اجيب حاجه فيها طرح بقى. المساله الثانيه هتبقى 66، اللي هو ضرب بال11 في 6 بيساوي 66. 66 ناقص 5 بيساوي 61 جنيها. هقول ايه بقى؟ اعطت اختها 5 جنيهات، اوجد ما تبقى مع جنى. دمج المسألتين مع بعض، هنخليهم مسألة واحدة. دمج المسألتين. تدخر جنى 6 جنيهات يوميا من مصروفها لمدة 11 يوما. أعطت أختها هدى 5 جنيهات، أوجد ما تبقى مع جنى. دي أول مسألة. المسألة التانية جايب لي الأرقام إيه بقى؟ 36 على 4 زائد 9. يبقى أول مسألة، أول جزء في المسألة معايا هيكون قسمة توزيع. وزعت أم، وزع أب، وزعت أخت، وزعت صديقة على صديقاتها. بس نستخدم بقى إيه؟ مثلا وزعت صديقة على أصدقائها، مثلا 36 على 4 من أصدقائها 36 جنيها أو 36 قلما تمام. أهو وزعت أم بالتساوي 36 قطعة حلوى على أبنائها الأربعة. لازم اهو 6، ذكرت في اهو الأرقام 6 و4 تمام. الجزء الثاني هيبقى 36 على 4 بيساوي 9. الجزء الثاني بقى يا حلوين، أحد الأبناء كان معه 9 قطع أخرى، عشان يبقى زائد 9. كان معه 9 قطع أخرى من الحلوى، أوجد عدد القطع معه. يبقى ده هنا 9 زائد 9
تمام. هو كل طفل كل ابن اخد هنا 9، يبقى 9 زائد 9 اللي معاه طبعا بيساوي 18. دمج المسألتين. وزعت بالتساوي اللي كتبناه بقى هنكتبه مع بعض كده. وزعت بالتساوي 36 قطعة حلوى على ابنائها الاربعة. احد الابناء كان معه 9 قطع اخرى من الحلوى، اوجد عدد القطع معه. تمام يا حلوين. اللي لسه ما ضغطش لايك للفيديو يا ريت يضغط لايك للفيديو، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. تمام. المسألة اللي بعد كده يا حلوين، 3 في 8 زائد 10. أول جزء معايا هستخدم 3 في 8. اشترت هبة 3 علب ألوان بكل علبة 8 أقلام، يبقى 3 في 8 تساوي 24. المسألة التانية بقى اللي طالب معايا ضرب 3 في 8 اللي هو 24 زائد 10. 24 زائد 10 لو جمعناها يساوي 34. وكان معها 10 أقلام أخرى، فما العدد الكلي الأقلام التلوين معها؟ دمج المسألتين. هكتب الكلام ده مع الكلام ده. اشترت هبة 3 علب ألوان بكل علبة 8 أقلام، وكان معها 10 أقلام أخرى، فما العدد الكلي للأقلام الملونة معها. تمام كده. آخر صفحة معانا، أوجد العدد المجهول في المسائل التالية كما بالأمثلة. أول مثال محلول، هنشوف اللي بعده. 3 في 3 في كام بيساوي 63. هضرب ال3 في 3 بكام يا حلوين؟ ب9. في كام بقى بيساوي 63؟ يعني اما اقسم 63 على 9 بيدينا كام؟ هيدينا 7. او اقول ايه في جدول الضرب، في سطر ال9 بضربه في ايه؟ بضرب 9 في ايه بيدينا 63، هنلاقي ال7. ال8 في 11 في كام؟ بيساوي 88. هضرب بقى، هجيب بين قوسين كده، اجمع ال8 في 11 في نقط، يبقى 8 في 11 في كام؟ ب 88. 8 في 11 ب 88. ايه اللي بضربه في جدول الضرب بيدينا في 88؟ بيدينا 88 طبعا الواحد. 10 في 7 بيساوي 700، يبقى هجمع ال10 في 7 في نقط، العامل المجهول طبعا، يبقى 10 في 7 بيساوي 77. في 10 انه لو ضربت ال 77 في 10 هيدينا 700. 2 في 1 بيساوي في نقط بيساوي 22، يبقى الاتنين في 1 ب2 في كام؟ بيدينا 22 يا حلوين. 2 في 11 ب 22. 6 في 8 في نقط بيساوي 48. ال6 في 8 بكام يا حلوين؟ ب 48. في كام بيدينا 48؟ يبقى 6 في 8 يبقى 48 في 1 بيساوي 48، يبقى الرقم المجهول كان معايا 1. 4 في 2 في نقط بيساوي 40. الا 4 في 2 يا حلوين بكام؟ ب8. في كام بيساوي 40؟ 40 على 8 في كام؟ طبعا فيها ال5. اختر الإجابة الصحيحة. 3 في 2 في 7 بيساوي 3 في كام؟ في 7. العوامل اللي معايا يا ولاد ايه؟ 3 وال7 ناقص ايه من هنا؟ ال2، يبقى 2. محيط مربع طول ضلعه 7. احنا قلنا محيط المربع بيجي ازاي؟ طول الضلع في 4، يبقى ال7 في 4 بيساوي 28. 6 في 8 بيساوي 6 في كام؟ يعني انا بوزع هنا يا ولاد على شريط التوزيع او الشريط. اما اجي اعمل ايه؟ ال8 هنا هقسمها الرقمين مجموعهم 8، هقسمها ل5 زائد 3. هنا هاخد كده الشرطة بعد ال5 وبعدها ال3، يبقى 5 زائد 3. ده كان فيديو النهارده يا سنة تالتة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي معايا لاخر الفيديو اسفه لو الفيديو طال عليكم، واتمنى اكون حلينا كده الصفحات بكل بساطه، او الشرح كان وصل لكم بكل بساطه. وما تنسوش بقى لايك للفيديو، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.